السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنة ستة حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ومعادنا النهارده مع يونت 7 كاملة. وقبل ما نبتدي مع بعض يا ريت اتمنى ان انت تعمل لي لايك. يلا يا صديقي العزيز هنبتدي بلسن 1. يلا يا صديقي هنبتدي مع بعض على طول زي ما قلت لك كده في لسن 1. تمام؟ جولد، يا ريت تقول ورايا لو حابب. يعني جولد، جولد يعني ايه جولد؟ يعني ذهب. جرانيت، جرانيت. جلاس، جلاس. clay، clay. artifacts، artifacts يعني قطع أثرية. artifacts. durable، durable يعني متين. durable. valuable، valuable يعني قيمة أو ذو قيمة يعني. تمام. materials، materials يعني مواد. fascinating رائع. fascinating احنا قلنا هنا حرف السي، قلنا السي علشان وراه اي. fascinating. pot، pot يعني إناء. climate، climate يعني مناخ. papyrus، papyrus يعني نبات البردي. تمام. تعالى كده نشوف الكلمات اللي بعدها. reason، reason يعني سبب. بص بقى ركز كده. the museum of ancient history يعني متحف التاريخ القديم. the museum of ancient history. eagle يعني نسر. eagle. حاجة محددة يعني certain، certain. excited، wet، visit، guide. tom حرف البي ما بيتنطقش يا سنة ستة. exciting، interesting، hard، damaged، stone. تمام. شوف اللي بعد كده. يلا يا صديقي العزيز الدرس بتاعنا سهل جدا النهارده. طبعا هو في حد فيكم يا جماعة راح المتحف؟ متحف يعني ميوزيوم. تمام كده. تعالى كده نشوف. Why are Tamer and Tamara at the museum؟ ليه تامر وتمارا راحوا المتحف؟ تمام. شوف اللي بعدها. Good morning and welcome to the Museum of Ancient History. My name is Mr. Tarek and I am your guide today. صباح الخير، أهلا بكم في المتحف التاريخي القديم، وأنا اسمي طارق والمرشد السياحي بتاعكم اللي هساعدكم إن شاء الله. Good morning, Mr. Tarek. I am Tamer, and this is my sister Tamara. We are students of Egyptian Eagle Primary School, and these are our parents. أهلا يا أستاذ تامر. أهلا يا أستاذ طارق. أنا تامر ودي أختي تمارا، وإحنا طلبة في مدرسة إيجل الابتدائية، ودول بابا وماما. ماشي؟ We are we are excited to learn more about ancient Egyptian artifacts. احنا متحمسين جدا ان احنا نعرف كتير، يعني نعرف معلومات كتيرة عن القطع الأثرية القديمة. فراح اللي هو الجايد بتاعهم ده قال لهم great. What would you like to know؟ عايزين تعرفوا ايه؟ فالبنوتة قالت ايه بقى؟ يعني well first first of all مبدئيا كده يعني why do we have so many artifacts؟ ليه احنا عندنا قطع أثرية كتير؟ تعالى كده لما نشوف احنا ليه عندنا قطع أثرية كتير. خلي بالك السؤال ده مهم جدا عشان فيه بعديه ده يعتبر الباراجراف اللي المفروض هنكتب زيه. That's an interesting question. ده سؤال طبعا مهم. One reason is the climate. We have a hot, dry climate here in Egypt. أول حاجة عندنا إن المناخ بتاعنا في مصر هو مناخ ساخن، مش ساخن قوي يعني، المهم هو مناخ جاف وساخن. تمام. في مصر هنا، فده بيخلي طبعا القطع الأثرية ما بتبصش بسرعة، ما بيحصلهاش تدمير. تمام. so artifacts aren't damaged يعني مش بتتلف by cold and wet weather. تمام. لأن احنا الجو بتاعنا يا جماعة ما فيه يعني ولا بارد ولا wet. تمام. ولا رطب يعني. this helps to preserve them.
وده اللي ساعد ان الحاجات دي، القطع الاثريه دي، الارتفاكتس ديت، ان هي تتحفظ. تمام. The ancient Egyptians also knew that certain materials could last a long time. That's why they built the pyramids with granite, a very hard and durable stone. وكمان القدماء المصريين عرفوا اللي هي عارفين المعادن القوية اللي بيبنوا بيها القطع الأثرية. علشان كده بنوا الأهرامات اتبنت من إيه؟ من الجرانيت. ليه يا جماعة اشمعنى الجرانيت؟ عشان الجرانيت hard and durable، يعني متين، يقدر ان هو يستحمل. تمام. الستون بتاعته الستونز بتاعته، الحجارة بتاعته شديدة الصلابة. فراح الولد اللي هو اسمه تامر قال ايه؟ That's fascinating. What other materials did they use؟ ده رائع. ايه الماتيريالز برضو اللي هم استخدموها اللي هم القدماء المصريين؟ They used a lot of glass which lasts forever. هم استخدموا نوع من أنواع الزجاج يعني اللي هو بيدوم إلى الأبد. They also used clay. وكمان استخدموا الكلاي اللي هو الطمي which is found close to the river Nile to make pots. وكمان استخدموا الطمي اللي بيجيبوه من ضفاف نهر النيل. تمام يا شباب، نكمل. I also heard they used a lot of gold. يعني هم استخدموا ذهب كتير. فين؟ in Tutankhamun's tomb، في مقبرة عنخ آمون. فراح الجايد قال لهم yes, the ancient Egyptians like to use gold. كانوا بيحبوا يستخدموا الذهب because it is valuable، عشان ليه قيمة. but it is also very durable، وكمان متين جدا، يقدر يستحمل يعني. when they covered artifacts in gold they kept them in good condition. هم استخدموا الذهب علشان خاطر ان هو ليه قيمة وكمان معدن قوي جدا. هم كانوا بيغطوا بيه القطع الأثرية بتاعتهم علشان يقدروا يحافظوا عليها تبقى موجودة يعني حالتها تكون جيدة. فرح تامر قال له I am happy about that. أنا مبسوط جدا من كده. It's exciting to enjoy the things they made. تمام؟ كده انت فهمت ليه القطع الأثرية لغاية النهاردة موجودة، وليه بنوا الأهرامات بنوها من الجرانيت، وإيه المعادن اللي كانوا برضو بيستخدموها غير الجرانيت. اتفقنا كده يا سنة ستة؟ تمام. يلا يا صديقي العزيزة نبتدي على طول بقى في لسن 2 دلوقتي. تمام. ايه هي الحيوانات اللي كانوا القدماء المصريين بيحبوا ان هم يربوها؟ بيربوا حيوانات؟ بيربوا حيوانات. تعالى بس الاول نشوفهم ايه هي، ونشوف الكلمات بتاعتنا الاول وبعد كده نعرف. ماشي. اول حاجة عندك هنا كلمة كروكودايل، يعني تمساح. كروكودايل. سنيك. سنيك. هيبو. هيبو. فالكون. فالكون. نوع من انواع القرود اسمه بابون. بابون. مونكي اللي هو القرد العادي اللي احنا عارفينه ده. مونكي. مونكي. ابو منجل اللي هو الشكل ده يعني اسمه ايفس. ايفس. رات. رات يعني فار. هو كانوا بيربوا فران. هنشوف دلوقتي، اصبر بس ثواني كده وهنشوف مع بعض. تمام. wisdom يعني حكمة. wisdom. grain حبوب. grain. mummified يعني متحنط. mummified. statues تماثيل. statues. pests يعني الآفات أو الحيوانات الضارة. تمام. وpets اللي هي الحيوانات الأليفة اللي احنا عارفينها اللي بتتربى. تمام. headings يعني عناوين. seeds. flower. flower يعني دقيق، خلي بالك مش بالدبليو دي باليو. difficult. mummies يعني موميات. mummies. safe. آمن. safe. particularly يعني خصوصا. هي specially. specially. therefore يعني لذلك. therefore. turtle. turtle. knowledge معرفة. knowledge. dangerous. dangerous. almost. almost. trick يعني خدعة. trick.
after life اللي هي الحياة الأخرى. هم طبعا زي ما انت عارف ان هم كانوا عارفين ان الواحد بيموت منهم وبعد كده بيعيش بعد الموت في حياة تانية. تمام. after life. popular popular. common common. discussions يعني قرارات. discussions. نشوف بقى الدرس بتاعنا. هنشوف بقى يا حبايبي الحيوانات اللي كانوا القدماء المصريين بيحبوا يربوها وبيربوها اصلا ليه. تمام كده. What was the ancient Egyptians favorite animal؟ ايه الحيوان المفضل للمصريين القدماء؟ The ancient Egyptians loved animals and kept many as pets. القدماء المصريين كانوا بيحبوا الحيوانات جدا. تمام. وكانوا بيحتفظوا منهم كحيوانات أليفة يعني. They particularly adored cats. كانوا بيعشقوا القطط. And there was a cat in almost every house. كل بيت تقريبا فيه قطة. تمام. مش كل البيوت يعني، في بيوت فيها قطط وفي بيوت ما فيهاش. بس اغلب المصريين كانوا بيحبوا القطط، بيحبوا يربوهم. ليه؟ The ancient Egyptians believed that cats looked after them and kept them safe. يعني القدماء المصريين كانوا بيعتقدوا ان القطط هي اللي بتحميهم وبتخليهم في امان. محدش يقول لي ازاي. They were also good pets. وكمان هم حيوانات أليفة because they clean themselves. ان هم كانوا بينظفوا نفسهم. انت عارف اللي بيربي قطة عارف ان هي القطط بتنظف نفسها. And kept the houses free of pets. وكانت بتنظف برضو البيوت من الآفات like rats and snakes. طبعا البيت اللي فيه قطة ما فيهوش فيران زي ما انت عارف. and snakes وكمان تعابين. This was particularly important for farmers. وطبعا القطط دي كانت مهمة جدا جدا خاصة للمزارعين. تمام. who produced a lot of grain. اللي كانوا بينتجوا حبوب كتير، بيزرعوا ينتجوا. فما كانوش بيحبوا الفئران عشان الفئران كانت بتاكل المحاصيل الزراعية بتاعتهم. فكانوا بيضطروا يربوا مش بيضطروا، فكانوا بيحبوا يربوا قطط علشان تاكل الفئران او تهرب الفئران تخليها ما تجيش. The rats didn't eat the grain because the cats ate the rats. تمام كده زي ما قلت لك من شوية. خلاص. نشوف اللي بعد كده. عرفنا ايه هي الانيمالز المفضله. اول حاجه قلنا ايه؟ القطط. بيربوا قطط. بس تعالى كده نشوف. What other animals did the ancient Egyptians keep؟ ايه هي الحيوانات التانية اللي كانوا بيحبوها برضو؟ يعني احنا قلنا كانوا بيحبوا القطط وقلنا كانوا بيحبوها ليه وفايدتها ايه. تعالى كده نشوف. As well as cats, many people kept monkeys and baboons. ناس كانت بتربي قطط وناس كانت بتحب تربي القرود وبتربي قرد البابون ده. تمام. Some people even kept crocodiles, hippos and lions. في ناس كانت بتحب تربي فرس النهر وبتربي التماسيح وبتربي الأسود which were dangerous and difficult to look after. They weren't popular pets. تمام. يعني كانوا بيربوا الأسود والحاجات الخطر دي عشان هم كانوا خطر، ما كانتش ناس كتيرة بتحبهم وما كانوش طبعا حيوانات أليفة مفضلة يعني. تمام. شوف اللي بعد كده. كده لغاية دلوقتي انت فاهم. يعني قلنا بيربوا قطط بس في بعض ناس كانوا بيحبوا يربوا هيبو، كانوا بيحبوا يربوا كروكودايل، كان يحب يربي تعبان سنيك مثلا يعني. تمام. هتقولي ازاي؟ هقول لك معرفش والله، انا ما بربيش الحاجات دي ولا القطط كمان. يلا نشوف اللي بعد كده. Did the ancient Egyptians keep birds as pets as well؟ هل المصريين القدماء كانوا بيحبوا يربوا طيور زي ما كانوا بيحبوا يربوا حيوانات أليفة؟ Yes, they did. أيوة فعلا كانوا بيحبوا يربوا طيور. يا سلام. واحنا عرفنا الحاجات دي منين؟ أيوة من الحاجات المتحنطة اللي موجودة. هقول لك دلوقتي. اصبر بس اصبر. The ancient Egyptians loved birds too. كانوا بيحبوا جدا البيردز. تمام. البيردز الطيور. especially falcons and ibis. خصوصا العصافير واللي هو الحيوان ابو منجل اللي هو ابو منقار اللي وريته لك ده. ليه which represented wisdom اللي كان يمثل الحكمة. تمام.
There are thousands of mummified ibis in Saqqara alone. يعني هم لقوا في سقارة آلاف من الطيور بتاعت أبو منجل دي، لقوا متحنطة. يعني معنى كده إن هم كانوا بيحبوا أبو منجل ده جدا. All these pets، كل البيتس ديت weren't only important for the ancient Egyptians everyday life. They were also important in the afterlife. الطيور دول ما كانش بالنسبة، يعني الطيور دول كانوا مهمين جدا في حياة القدماء المصريين. مش بس كده، ده كانوا كمان بيعتقدوا كمان ان هم مهمين في الحياة اللي بعد كده، اللي هي اللي بعد الموت. It is therefore common to find mummified pets and statues of animals in the tombs. تمام. اللي هو يعني علشان كده من الشائع يعني ان هم لقوا حيوانات كتيرة محنطة وتماثيل كتيرة للحيوانات في قلب المقابر. تمام كده. animals in the tombs. خلاص، احنا قايلين حرف البي ما بيتنطقش هنا. ماشي. شوف اللي بعد كده. هنتكلم بقى دلوقتي، يعني احنا خلصت الحيوانات اللي موجودة عند القدماء المصريين، وقلنا ليه، وقلنا بيحبوهم ليه، وقلنا الحاجات دي كلها. طيب what animals are popular pets in Egypt today؟ ايه الحيوانات الأليفة اللي مشهورة دلوقتي عندنا في مصر؟ Today cats are still popular pets in Egypt. تمام. لغاية دلوقتي المصريين اللي هو احنا يعني دلوقتي بنحب ايه؟ بنحب البيتس. سوري، بنحب الكات، القطط. Other animals that people keep today include turtles, fish and birds. وفي ناس بتحب تربي التورتلز، وبتحب تربي الفيش، وبتحب تربي الطيور، which are of course much smaller and easier to look after than baboons and crocodiles. طبعا عشان دي حيوانات pets مش بتكون خطيرة، وفي نفس الوقت بتكون يعني نقدر ان احنا نعتني بيهم اكتر من اننا نربي تماسيح او نربي قرود البابون. ماشي كده، خلصنا الليسن بتاعنا. نشوف الجزء اللي جاي. بسم الله. بعد ناخد الباراجراف بتاعنا. انا عايزه اعرفكم على حاجه بسيطه جدا وسهله جدا اسمها the past simple او الماضي البسيط. يعني ايه ماضي؟ يعني حاجه خلصت. طب انا لو قدامي واحد اجنبي وعايزه اقول له ان الحاجه دي خلصت، هقولها له ازاي؟ يا سنه كام انتوا؟ سنه رابعه. هقولها له ازاي يا حبايبي؟ تمام. تعالوا كده نشوفها مع بعض. هنعمل ايه؟ ازاي احول الفيرب من present ل past، من مضارع لماضي؟ سهله قوي. بجيب الفيرب يا شباب وبحط له اي دي او دي او اي اي دي. بس ايه يا حنين اللي انت بتقوليه ده كل ده؟ ثواني. بجيب الفيرب، مثلا عندي فيرب walk يمشي، فيرب visit يزور. مثلا walk بيمشي، انا عايزه اقول ان هو خلاص مشي، هحط له ايه يا شباب؟ اي دي. برافو عليكم. هتبقى walk واحط له اي دي، بعد كده بقت walked. طب visit يزور، visit واحط لها اي دي بقت visited. زار، خلاص هو زار. لو الفيرب اخره ايه لازم احط بس دي. تمام. يعني مثلا عندي فيرب move اخره حرف ايه، وانا عايزه اخليه خلاص، يعني بدل ما بيتحرك اتحرك خلاص، هتبقى moved. اظن سهله لغايه كده. يبقى لما احب ان انا احول الفيرب من present ل past بحط له اي دي، ولو اخره ايه بحط له دي. سهله جدا. يلا نشوف مع بعض. لو الفيرب اخره حرف واي ببص كده على حرف الواي وبص له كده، بص له كده واشوف الحرف اللي قبليه ايه. حرف consonant ولا حرف vowel؟ consonant اللي هو حرف ساكن. ساكن فين؟ ملناش دعوه، احنا بنتكلم على انه حرف ساكن. ايه هي الحروف الساكنه؟ الحروف المتحركه عندي A E I O U 5. تمام. لكن بقيه الحروف اسمها الحروف الساكنه اللي هم اسمهم ايه؟ consonant. تمام. consonant letters او الحروف الساكنه. تمام كده. يبقى لو الفيرب اخره واي وقبليه حرف ساكن بشيل حرف الواي واحط اي اي دي like cry, study. حاجات سهله يا جماعه.
عايزه احط له اي دي، لا 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 معلش، بشيل الواي عشان قبليه ار واحط اي اي دي، بقت cried. study بشيل الواي study اهي واحط اي اي دي. play بشيل الواي، لا ضحكت عليكم، ما بشيلش هنا الواي عشان حرف الواي قبليه حرف متحرك مش حرف ساكن. حرف الواي هنا قبليه حرف متحرك مش ساكن، فانا احط كلمة play عادي واحط لها اي دي، سهلة جدا. مش هنشيلها؟ لا مش هنشيلها، ضحكت عليكم. طب هل كل الافعال يا جماعة بحط لها دي او اي دي او اي اي دي؟ بصوا بقى يا اصحابي يا حلوين، في افعال ما ينفعش احط لها ولا دي ولا اي دي ولا اي دي ولا اي حاجه، بنعمل فيها ايه؟ طب يا حنين بنحفظها، تمام. زي مثلا عندي go اللي هي يذهب بقت went ذهب خلاص. sleep ينام بقت slept نام. eat ياكل بقت ate اكل. drink يشرب بقت drank شرب. see يعني يرى بقت saw راى. تمام. تعالوا كده هاتولي كده كام جملة يا جماعة فيها past simple. يلا 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 بسرعة، يلا. أيوة انتوا تجيبوها لي، امال أنا اللي هجيبها ولا إيه يا ولاد؟ يلا يا أصحابي. I went to school yesterday. أنا رحت المدرسة امبارح. متفقين؟ تمام. She visited her mom last week. هي زارت مامتها الأسبوع اللي فات. مثلا يعني فين الفيرب عندك هنا؟ went. طبعا زي ما انت عارف ما بنضيفلوش حاجة. فين الفيرب عندك هنا؟ visited. وخلص خلاص الباست. لا ما خلصش، استنى شوية. طيب انا عايزة اعمل نيجاتيف in the past simple. يعني ايه؟ يعني عايزة اقول ان انا ما روحتش امبارح المدرسة، هو ما كلش امبارح الاكل بتاعه، احنا ما عملناش ايه، ما نمناش بدري، تمام، ما عملناش الحاجه دي يا سنه رابعه. اعمل ايه؟ هقول ايه؟ هجيب كلمه didn't واحط الفيرب infinitive didn't وبعديها infinitive. انا مش فاهمين اي حاجه الصراحه. طيب هقول she walked to school. هي مشيت للمدرسه. على فكره يا سنه رابعه انا ممكن ان انا اكتب الجمل ديت واحلها وخلاص، لكن انا بحب ان انا اكتبها معاكم علشان خاطر ان احنا نحلها سوا. طيب ما علينا، نرجع لكلامنا. she walked هي مشيت للمدرسه، مشيت خلاص. انا عايزه اقول هي ما مشيتش للمدرسه، هعمل نيجاتيف، هحط كلمه نط مثلا. تبقى ازاي؟ بص ركز كده معايا. she بعد الفاعل بعد السبجكت بحط didn't. she didn't. walked هتبقى walk، وبعد كده بكمل الجمله عادي to school. ممكن نركز مع بعض، وممكن لو سمحت لو مستفيد مني بعد اذنك ما تستخسرش فيا لايك. يلا انا عملت ايه هنا؟ حطيت كلمه didn't وحطيت بعديها الفيرب infinitive. infinitive يعني ايه يا حنين؟ يعني رجعته لاصله، شلت الاي دي خالص، مش عايزينها. مش عايزينها ليه يا حنين؟ عشان didn't بتحب اصل الفعل مش بتحب الفعل، بتحب اصل الفعل. didn't او did بتحب اصل الفعل. في حاجات تانية بحب اصل الفعل برضه هقولها لكم بعدين. تمام اهي. نشوف واحده تانية. ركز معايا، انا قايله لك ان didn't مش بتحب الفعل، بتحب اصل الفعل. تمام. they cried loudly. تمام. فين الفيرب هنا يا جماعه؟ cried اصله ايه؟ cry. تعالى كده بقى نحلها معايا. هتبقى they didn't، عشان اتعودت كده عشان حاطه الشحن didn't cry loudly. تمام كده. they didn't cry loudly. I ate my lunch. الفيرب اهو
ate كان اصله ايه يا شباب؟ eat يا حنين، انت نسيتي؟ هتبقى I ثانية واحدة، هتبقى I didn't eat my lunch. يا ريت ما ننساش اللايك بالله عليكم يا جماعة. أظن لغاية كده مفهوم. تمام؟ بص بقى يا حبيبي، في حاجة حابة إن أنا أقولها لك. فاكر verb to be am is are؟ فاكره؟ طبعا الحمد لله. تعالى كده لما نشوف هو verb to be ده ليه ماضي. يعني بدل ما أقول إيه أنا في المدرسة، عايزة أقول إن كنت في المدرسة، إحنا كنا بنلعب، هو كان كده، فاهمين؟ يعني هل ليه ماضي اصلا؟ ايوه ليه. verb to be ليه اتنين، كلمه was وكلمه were، دولت في الماضي، الاتنين دول في الماضي يا صديقي العزيز. تمام؟ was بتيجي مع I وهي وشي وإت. I was، he was، she was، it was. وكمان اي مفرد بيبقى was. were بتيجي مع we ويو وthey. we were، you were، they were. نقطة صغننة ناس كتيرة بتقع فيها. هو was were أصلهم بيكونوا مين يا ولاد؟ بي. was or were أصلهم بيكون إيه؟ بي. ليه يا حنين بتقولي أصلهم؟ هقولك كمان شوية. تمام؟ she was in the garden، هي كانت في الجاردن. they were in the school، يعني هم كانوا في المدرسة. وما ننساش اللايك. شايف الجملة دي؟ I was in the school، أنا عايزاها أحط لها didn't. هعمل إزاي؟ I didn't، ما احنا قايلين إن didn't بتيجي ورا الفاعل، ورا السبجكت. was هتبقى إيه يا جماعة؟ أصلها إيه؟ be. I didn't be in the school. عرفت أنا اديتها لك ليه كده في الآخر؟ يلا نكمل الباست بتاعنا. عندي سؤال عايزة له إجابة. did، هل هو ذهب إلى المدرسة؟ did he go to school؟ إيه ذهب دي يا حنين؟ مش go ديت أصلا مضارع. أيوة بس أنا عندي did دي اللي هي الماضي. تمام؟ طالما أنا بسأل بالماضي يا جماعة يبقى ببتدي بكلمة إيه؟ did. وزي ما قلنا قبل كده إن did بتحب الفعل إيه؟ أصله. تمام؟ طيب sorry. did الإجابة عندي هتكون بيس أو بنو، ودي سهلة جدا. yes تاني كلمة نحطها في الأول. yes he did، وبقفل على كده. طب لو no he didn't، ما احنا عارفين ان no لازم يكون معاها نيجاتيف. تمام؟ طيب لو جالي سؤال تاني بس مش أوله did، تمام؟ يعني هقول مثلا عندي، ركز كده معايا في الجزء اللي جاي ده، سهل جدا برضو. سؤال، بسم الله. where أين did she go؟ where did she go؟ أين هي ذهبت؟ مشيت راحت فين؟ السؤال عندي بأداة استفهام، بquestion word، فالإجابة عندي مش هتكون بيس ولا بنو. أين ذهبت؟ هتبقى she. go هتبقى went. ركز معايا. she went to her uncle، هي راحت لعمها. تمام كده يا جماعة؟ أنا عملت إيه؟ جاوبت she الأول اللي هو السبجكت، طبعا بتحطه الأول، وبعد كده بتحط الفيرب في الماضي subject، وبعد كده الفيرب في الماضي، وبعد كده الإجابة بتاعتك. حاجات سهلة جدا. تمام؟ يلا نكمل. عايزين نشوف حاجة مهمة وخلاص. آخر جزء عندي هنا في الباست، إيه هي الكي ووردز بتاعته، أو الكلمات اللي لما بلاقيها على طول أروح حاطة باست. إيه هي؟ طبعا أساسي كلمة yesterday يعني امبارح، كلمة last
past ago. واخد بالك انت من الكلام ده؟ سهل جدا. past بقى وin the past. المهم الاربع كلمات دول هما الكي ووردز بتاعت الباست simple. yesterday امبارح، last السابق، past الماضي، ago منذ. yesterday last past ago. yesterday last past ago. سهلة جدا ويلا نكمل ده. اول حاجه انا بعتذر لكم جدا 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 ان انا كل شويه اقول لكم يا سنه رابعه يا سنه رابعه يا سنه رابعه عشان انا كنت شارحه الدرس ده لسنه رابعه. تمام. ثانيا يلا كده نشوف الاسئله بتاعتنا. طالما احنا عرفنا وفهمنا يلا نشوف الاسئله اللي موجوده عندنا. يلا ما تنساش اللايك. يلا يا صديقي العزيز، بعد ما فهمنا الدرس بتاعنا عايزين بس نحل شويه اسئله كده خفيفه خفيفه. The ancient Egyptian keep الماضي بتاعها هتبقى kept. kept. تمام. do انا عندي كلمه yesterday اهي. طبعا انا مش ببص للكي ووردز هنا عشان انا عارفه ان كله هيكون ماضي. ماشي. do هتبقى يعني انا هسال بايه؟ بديد. ركز معايا. سامي travel هتبقى ايه؟ travel برافو. بس ثانيه واحده. travel ماشي. طب اللي بعد كده باي هتبقى ايه؟ باي ممكن اكتب هنا باي عشان مش عارفه اكتبها هنا. باي الماضي بتاعها بوت. تمام. اللي بعد كده not play. ركز معايا اولا، سيبك بقى من كلمة play. not هتبقى ايه في الماضي؟ هتبقى didn't او did not زي ما انت عاوز تكتبها. بص انا هكتبها لك did not الاول وبعد كده ايه بكتبها انت didn't. ماشي. did not. play هتبقى ايه؟ هتبقى هي play. طب ليه يا حنين هتبقى play؟ ما احنا قايلين لو الجملة فيها did او فيها didn't فاحنا بنحط كلمة play. سوري، بنحط الفيرب infinitive. نشوف اللي بعد كده. يلا يا صديقي ثواني. يلا كده يا حبيبي. yesterday عمر didn't وبعد كده عندك came. ركز كده معايا، ضحك عليا وكتبها لي came. انا هرجعها له come. ليه ترجعها له كام يا حنين؟ علشان احنا قايلين برضو من شويه ان didn't لازم احط بعديها الفيرب infinitive. تمام. هنا visit هتبقى، بصوا انا هكتب الانسر هنا عشان مش عارفه اكتبها جوه مش شايفه كويس. visit هتبقى تمام visited. نسيت كتبتها وانا كنت اسالكم الاول. تمام. was. where was you؟ ايه ده؟ عندك you هتبقى was ولا where يا شباب؟ عشان you. where. what do. did. تمام. where نهى. بص يا جماعه انا عندي where هتبقى was هتبقى where. طبعا دي سهله جدا. هنا where هتبقى ايه؟ was. ليه يا جماعه هتبقى was؟ ليه؟ عشان نهى. تمام. did they visit the museum last week؟ no they didn't. تمام. did not أو didn't. نشوف اللي بعد كده. ماشي نحط هنا apostrophe معلش ثواني اهي. خلاص نشوف كده اللي بعد كده. هنا I not grow. not هتبقى ايه يا جماعة؟ didn't grow عادي. did you had هتبقى ايه؟ had. have. ليه have؟ عشان طبعا السؤال احنا قايلين طالما موجود عندي did او موجود عندي didn't او موجود عندي did not اي حاجة من الثلاثة دول برجع له الفيرب infinitive. I go هتبقى ايه؟ went. she didn't believed غلط يا حنين هتبقى believe. تمام. الباقي يلا تحل انت حضرتك مع نفسك. نشوف اللي بعد كده. بسم الله. اما lesson 3 ده سهل جدا جدا. تقصدي 2؟ لا lesson 3 اللي احنا هنبتدي دلوقتي مع بعض. يلا نبتدي ونشوفه وهنشوف كمان الباراجراف بتاعه سهل جدا يا سنه 6 سوري. السنة ده سهل جدا. هو يعني طويل شوية بس سهل جدا عشان في بس كذا حاجة كده هنقعد نقراها. تمام. يلا نشوف مع بعض. يلا نشوف الكلمات. بسم الله. trade. تمام. trade. metal. tears يعني دموع.
weapon, economy, daughter, castle. حرف التي ما بتتنطقش هنا يا شباب. castle, golden touch, craftsmen يعني الحرفيين اللي بيشتغلوا بإيديهم. presentation, fighting, jewelry, beard أنا آسفة لحية beard, rose garden, decoration, silver, tools, art, chin, precious, precious يعني ثمين. reward يعني مكافأة. iron, mask, lines, wish, rarer, melt. يلا يا حبيب قلبي هنتكلم على البرزنتيشن ده. يلا. Angie's and Dahlia's class presentation يعني العرض التقديمي اللي هتعمله انجي وداليا للفصل بتاعها. Our class presentation is about trade in ancient Egypt. I am Angie and this is Dahlia. The ancient Egyptians bought from and sold many things to different countries. This is called trading. Dahlia, can you tell us what kinds of things the ancient Egyptians traded? طيب هي هنا انجي بتتكلم بتقول اهلا انا انجي ودي صاحبتي داليا، احنا دلوقتي بنعمل برزنتيشن او عرض تقديمي عن التجارة اللي كانوا بيعملوها القدماء المصريين. تمام. التجارة دي لو ما كانوا بياخدوا حاجات بيشتروا حاجات، يعني بياخدوا حاجات بيشتروا حاجات وبيبيعوا حاجات لدول تانية. فبتسألها بتقول لها يا داليا تقدري تقولي لنا على أنواع الأشياء اللي كان بيتاجر فيها المصريين القدماء؟ فطبعا داليا بتشكرها بتقول لها thanks Angie. Well, one of the most interesting things they traded with other countries was metal. أول حاجة كانوا بيتاجروا فيها يا جماعة هم المعادن معلش. تمام. المعادن أو المعدن. The ancient Egyptians first found metal in rocks around 7,000 years ago. من حوالي 7,000 سنة المصريين القدماء هم أول ناس اكتشفوا المعدن. They heated the rocks. كانوا بيسخنوا الصخور عشان ياخدوا منها طبعا المعادن أو أجزاء المعادن اللي موجودة فيها. And took out the metal parts. وكانوا يعني بيسخنوا الصخور وبياخدوها ويطلعوا منها الأجزاء بتاعة المعادن. They learned that metal was harder than stone. يعني كانوا عارفين إن المعادن هي أقوى من الصخور وأصلب، يعني هي صلبة عن الصخور. and that they could melt and make different shapes with it. وكانوا طبعا بيقدروا انهم يدوبوها يعني. تمام. ويعملوا اشكال كتيرة منها اللي هي يا شباب المعادن. تمام. يلا شوف الجزء اللي بعد كده. That's fascinating. ده حاجة هايلة جدا داليا. That's fascinating داليا. Thank you. What did they use the metal for? ده رائع جدا يا تاليا. يا داليا انا مش عارفه هي اسمها جايه معايا تاليا ليه. المهم ده رائع جدا يا داليا. طب كانوا بيستخدموا بقى المعادن دي في ايه يا شباب؟ كانوا بياخدوها من الصخور بيستخدموها في ايه؟ تعالى اما اقول لك. They used it to make tools and weapons so that they could hunt on the land and grow things like food more easily. Gold was a popular metal for making jewelry and decorations. Silver was also used, but it was rarer. As art, as art and culture were very important to the ancient Egyptians. Many of their craftsmen used different types of metal to make statues and sculptures to sell.
معلش يا جماعة عشان حاسة ان الخط صغير تاني. ماشي، المهم كانوا بيستخدموا المعادن ديت عشان يصنعوا الأسلحة بقى والأدوات والكلام ده كله، عشان يعرفوا يصطادوا، وكمان علشان الزراعة تكون أسهل بالنسبة لهم. تمام، كانوا بيعملوها يعني بيعملوا حاجات زي أدوات زراعية وكده. ايه أشهر معدن كان عندهم؟ طبعا كان الذهب. ليه؟ كانوا بيعملوا منه مجوهرات و والديكوريشنز واللي هي الحاجات اللي كانوا بيستخدموها في التزيين. خلاص، وكانوا برضو بيستخدموا الفضة، لكن الفضة كانت نادرة شوية. تمام. الحرفيين بقى، الناس الحرفيين اللي كانوا بيعملوا التماثيل والمنحوتات والحاجات دي كلها، كانوا بيستخدموا المعادن عشان يقدروا ان هم يعملوا تماثيل ومنحوتات ويقدروا يبيعوها بعد كده. ماشي يا اصدقائي، نشوف الجزء اللي جاي. بسم الله. That's right, but they didn't just sell metal to other countries. They also bought some metals like silver, which they got through trades with countries. And as they traded more, they helped the ancient Egyptians develop their economy until ancient Egypt was one of the strongest economies in the world. قالت لا طبعا ده حاجة صحيحة، بس المعادن ما كانوش بيبيعوا فقط، هم كانوا بيشتروا برضو. كانوا بيشتروا من البلاد التانية ايه يا جماعة؟ الفضة، لان احنا قايلين ان الفضة ساعتها كانت نادرة شوية. كانوا بيجيبوها من التجار من البلاد التانية، ويقدروا ان هم يتوسعوا في التجارة بتاعتهم. كل ده عمل ايه بقى؟ خلى الاقتصاد بتاعهم قوي جدا. وكانت مصر زمان كانت من اقوى، الاقتصاد بتاعها كان اقوى اقتصاد موجود في العالم. نكمل يا صاحبي. تمام. Yes. You only need to look at the ancient Egyptian artifacts in museums today to see that this is true. انت بس المفروض ان انت محتاجه بس ان انت تبصي على التحف المصريه القديمه اللي موجوده في المتاحف، يعني عشان تعرفي ان ده صح وحقيقي. فقالت لها well that's the end of our presentation. ده خلاص نهايه البرزنتيشن بتاعنا، احنا خلصنا. does anyone have any questions please؟ حد عنده سؤال؟ وخلصوا الموضوع على كده. خلاص، تعالى بقى ناخد القصه بتاعه الملك ده اللي اسمه ميدس واللمسه الذهبيه. بصوا بقى، هي حاجة حلوة جدا بس أنا عايزاك تركز فيها. ماشي، هقولك بعدين. احنا عايزين نطلع من القصة دي بحكمة، بحاجة. تمام. King Midas and the Golden Touch، يعني الملك ميدس وكمان واللمسة الذهبية. في بداية الأمر كده تعالى نشوف. Many years ago there lived a king called King Midas. He loved three things more than anything. كان من عدة سنوات يا زمان كان في ملك اسمه ميدس، كان بيحب ثلاث أشياء أكتر من أي حد، أكتر من أي حاجة. his daughter، بنته ماري جولد، اللي هي الجاردن بتاعته يعني. تمام، يعني بيحب الجولد جدا وبيحب الجاردن بتاعته قوي. his rose garden and gold. تمام، يعني هو بيحب الجاردن بتاعته، تمام، وبيحب الذهب وبيحب بنته، بس مفيش حاجة تالتة، مفيش حاجة رابعة. تمام. his favorite thing was to spend time in his garden with marigold, but they also he also liked to look at all the gold in his castle. تمام كده. كان بيحب جدا ان الراجل دوت يقضي الوقت مع بنته اللي هي اسمها ماريجولد ديت. فين؟ في الحديقة بتاعته. يعني ادي بنته وادي الحديقة، ادي حاجتين هو بيحبهم، وكمان بيطمن على ايه؟ الذهب بتاعه اللي موجود في القلعة. نشوف اللي بعد كده. One night، في إحدى الليالي he was walking in his garden، كان ماشي في الجنينة بتاعته. when he tripped over something on the ground، اتكعبل في حاجة. ايه اللي حصل؟ it was a strange looking goat، يعني كان
كعبل في حاجة. ايه الحاجة دي؟ معزة شكلها غريب جدا. It looked very sick، يعني كانت شكلها عيان قوي. King Midas was a kind man، هو كان راجل طيب. So he took the goat into his castle. خد المعزة ديت مش عشان يذبحها، عشان خاطر يخلي باله منها. خدها في قلب القلعة بتاعته علشان يأكلها بقى ويجيب لها بقى دواء والحاجات دي كلها. ماشي. تمام. There he gave it food and a warm bed. نايمها على سرير كويس مريح كده ودافي، واداها اكل وكده. In the morning the goat felt much better. بعد كده بقى الصبح المعزة ديت لقت نفسها خلاص بقت كويسة. تمام. شوف اللي بعد كده ايه اللي حصل. المعزة بقت كويسة. ركز بقى بعد ما المعزة بقت كويسة، فالمعزة بتقول له ايه؟ I'd like to thank you King Midas. أنا بشكرك يا كينج ميدس. What would you like more than anything else in the world؟ ايه الحاجة اللي انت عايزها اكتر من اي حاجة في الدنيا؟ يعني هي تقدر تحقق له اي حاجة في دقيقة. كينج ميدس thought for a minute then said، قعد يفكر بعدين قال لها ايه بقى يا ولاد؟ I'd like everything I touch to turn into gold. أنا عايز أمنيتي، يعني هو الراجل بقى بيتكلم في أمنيته، أمنيتي إن أنا أي حاجة ألمسها تبقى ذهب. طبعا هتحقق له أمنيته. قالت له أوكي ماشي. ماشي. said the goat and made the king's wish come true. وخلت يعني الحاجة اللي هو عايزها، اللي هو يلمس أي حاجة تبقى ذهب، خلاص تمام عملتها له، عملت له أمنيته. على كده ما نشوف. King Midas was very excited، كان مندهش. After the goat left، لما مشيت المعزة يعني، he walked around the castle. When he touched the chair it turned to gold. لما قعد بقى يتمشى ومش عارفه ايه كده في قلب الجنينه وفي قلب الكاسل بتاعته، القلعه بتاعته كده، لمس الكرسي بقى ذهب، بيلمس السرير يبقى ذهب، بيلمس اي حاجه بتكون ذهب. when he touched his bed it turned to gold too برضه. تمام. to celebrate he asked for a special meal, but when he touched the food he couldn't eat it because it turned to gold. تمام خلاص بقى كل حاجة بقت تتحول لذهب. ابتدى بقى عايز بقى يحتفل ومش عارفة ايه، قال لهم بقى في القصر اعملوا لي الاكل اللي انا عايزه، جاي ياكل اي حاجة يلمسها يا شباب تكون ايه؟ ذهب. مش عارف ياكل، خلي بالك اهو. then he went outside into the garden to find Margaret. كان عايز ماري جولد اللي هي بنته، بيدور عليها يعني في الجنينة. when he hugged her، لما حضنها she also turned to gold. أخرى هي كمان اتحولت لذهب. مش دي كانت أمنيتك يا باشا؟ مش دي كانت أمنيتك؟ خليك عايز كل حاجة تتحول لذهب. تعالى كده لما نشوف اللي بعد كده. King Midas started crying، ابتدى يعيط خلاص، لا عارف ياكل ولا عارف يشرب، وحتى بنته كمان اتحولت لذهب. مش عارف يعمل ايه، بيتمنى بقى ان المعزة ترجع له تاني علشان تشيل منه اللعنة اللي حصلت له. King Midas started crying. Please come back goat he said. I can't lose marigold. تمام. قاعد يتكلم كده مع نفسه وبيقول ايه؟ لو سمحت يا معزة ارجعي، انا مش هقدر ان انا افقد بنتي. ماشي. his tears fell on his precious roses and they turned to gold. حتى دموعه فضل يعيط يعيط، دموعه نزلت على بتاع ديت الورد اللي بيزرعه ده، خلاص برضه دموعه اتحولت لذهب. but he didn't care about roses or gold anymore. تخيلوا بقى يا شباب ان دموعه اتحولت لذهب ووقعت على الورد بتاعه في الجنينة اللي هو بيحبها، لكن هو ولا عايز الجنينة ولا عايز الذهب ولا عايز اي حاجة، هو ولا الهوا، هو عايز خلاص بقى اللعنة دي تتشال منه. تمام. he just wanted to save his daughter، هو عايز بس ينقذ بنته. the goat
hurt King Midas and returned to change everything back to how it was before. تمام. رجعت المعزة بتاعته ايه المعزة سمعته. تمام. ورجعت حولت كل حاجة لزي ما كانت، خلاص ما بقاش يلمس الحاجة تبقى ذهب. حولت بنته بقت بنت عادية، وكل حاجة بقت حاجات عادية خالص. فهو الكينج ميدس قال لها ايه بقى؟ thank you so much، شكرا جزيلا. I will never think I will never think gold is so important again. انا خلاص الذهب ما بعدش له اهميته عندي زي الاول، خلاص ما بقاش مهم زي زمان. توته توته خلصت الحدوته. نشوف بس جزء كده صغير يا سنه ستة. طبعا حاجه استحي اشرحها، حاجه عبيطه جدا، اللي هي in on under. بص يا شباب، on يعني على، in في، under تحت، beside next to يعني جنب، between بينهم الاتنين، وbehind خلف، in front of أمام. خلص الدرس بتاعنا، ونشوف الدرس اللي بعد كده يا سنة ستة. هناخد مع بعض دلوقتي آخر درس لينا في اليونت، برضو درس ما تقلقش لأنه سهل جدا. حابة إن أنا أقول لك على حاجة قبل ما ابتدي الدرس ده، أقول لك على حاجة مهمة جدا. اليونت نفسها اللي هي يونت 7 سهلة جدا جدا، بس في نفس الوقت مهمة جدا 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 جدا، لأنها لازم تيجي في الامتحان. يلا يا صديقي العزيز، آخر لسن عندي موجود هنا في يونت 10. يلا هنقرا الكلمات بالراحة كده علشان في كلمات كتيرة جديدة علينا. تمام، يلا بسم الله بسم الله. copper، bronze، meteorite. meteorite يعني الحجر النيزكي أو النيزك. dagger، dagger عارف الخنجر؟ dagger. heaven، heaven. scarab، amulet. scarab، amulet. ماشي. mines، mines. amazingly، amazingly. agricultural، agricultural. sadly، sadly. sheets، sheets. salt، salt. fire، throw. display board اللي هي لوحة العرض، لوحة العرض. display board. mirror. template نموذج. template. fortune، fortune. iron in ancient Egypt يعني الحديد في مصر. اسمه ايه يا جماعة؟ iron، iron، iron. when did the ancient Egyptians start using iron؟ يعني استخدموا امتى الحديد؟ تعالوا كده بنشوف اللي هم القدماء المصريين. The ancient Egyptians started using iron more than 5,000 years ago. Before iron, they worked with copper and bronze. تمام؟ بدأوا القدماء المصريين يستخدموا الحديد منذ أكثر من 5000 سنة يعني. تمام؟ قبل كده كانوا بيستخدموا النحاس والبرونز. تمام؟ يبقى هم ما كانوش اكتشفوا لسه الحديد. تعالوا نشوفهم اكتشفوه فين. Where did they find iron؟ تمام؟ Amazingly يعني من المثير للدهشة. Some of their early iron was from meteorites. يعني الحديد ده اللي استخدموه يعني كان من النيازك. عارفين النيزك اللي بيجري اللي بينزل من السماء؟ Ancient Egypt craftsmen made a famous dagger for Tutankhamun's tomb from a meteorite. تمام؟ يعني الحرفيين اللي بيشتغلوا بايديهم يعني صنعوا في مصر زمان خنجر شهير لمقبرة توت عنخ آمون. طب الخنجر ده عملوه من ايه؟ من الحديد. طب انهي حديد؟ اللي جابوه من النيزك. تمام. They also mined iron
from the ground، يعني برضو دوروا عليه في الأرض، يعني كانوا بيحفروا عشان يجيبوه يعني من الأرض، مش من الأرض اللي احنا فيها، من باطن الأرض، يستخرجوا من باطن الأرض اللي هو إيه يا شباب؟ الحديد. But they found it quite difficult to use because it needs a very hot fire to melt, which often wasn't possible. طيب، هما كانوا بينقبوا عليه وبيدوروا عليه بيستخرجوه من باطن الأرض، لكنهم لقوا صعوبة قوي قوي قوي. ليه؟ عشان الحديد بيحتاج نار كتير جدا علشان يقدر ان هو يدوب، وده طبعا كان صعب بالنسبة لهم زمان. شوف اللي بعد كده. Why did they think iron was special؟ ليه اعتقدوا ان الحديد ده معدن مميز؟ ليه؟ على فكرة كلمة ماين ديت اللي هي المنجم، منجم الحديد. They thought iron was special because they believed it came from the sky. طبعا انت عارف ان هو بيجي من النيازك، فبيجي منين الحديد؟ من السماء، فعشان كده قالوا لا ده معدن غالي بقى، جاي منين؟ من السماء، يعني جاي من الجنة، يعني المعدن ده جاي من الجنة. They called it the metal of heaven، يعني كانوا بيسموه بسبب سقوطه من النيزك، يعني كانوا بيسموه معدن السماء عشان بيجي من السماء. For them, iron was more precious than gold because it was rarer. يعني زمان كان الحديد كان يعني قيمته أكبر من الذهب. ليه؟ علشان الحديد كان نادر. تمام كده؟ ان هما برضو كانوا بيستخدموا الذهب يا شباب، بس كان الحديد ساعتها يعني نادر. طبعا انت عارف نادر ليه؟ كانوا بيطلعوه من باطن الارض بصعوبة. شوف اللي بعد كده. What did they use iron for؟ يعني كانوا بيستخدموا الحديد في ايه؟ Early on, the ancient Egyptians used iron for small items. كانوا الأول بيستخدموه في صناعة أشياء صغيرة زي إيه؟ like jewelry, copper, and bronze were common metals for tools. يعني زي المجوهرات، فكان النحاس والبرونز كانوا بيستخدموهم، يعني كانت المعادن اللي هي المتعارف عليها في صناعة الأدوات ديت، عشان كانت سهلة طبعا إن هم يلاقوها because they were easier to find. طبعا كان شيء سهل جدا يا شباب ان هم يلاقوا المعادن اللي هي زي النحاس وزي البرونز، لكن صعب جدا ان هم يلاقوا الحديد. تمام. but later on، لكن بعد كده يعني، تمام، ايه اللي حصل؟ iron agricultural tools، يعني المعدات الزراعية and weapons began to appear. بدأت المعدات الزراعية والأسلحة المصنوعة من الحديد تظهر بقى. This was the result of the ancient Egyptians getting more iron through trade with other countries. عشان كده ابتدوا ان هم يدوروا على الحديد وياخدوه من دول تانية، اللي هو يصدر يستوردوه من الدول الأخرى. اتفقنا كده؟ ليه؟ علشان خلاص لقوا ان هو برضو متين عن النحاس وعن البرونز، بالرغم ان هم صعب جدا يلاقوا. تمام. عارفه الجرام؟ جرام الشكل ده يعني، عارفه؟ بي... ممكن تلاقيه في بعض البيوت. المهم، الجعران ده، تعالى كده نشوف تميمة الجعران دي. كانت طبعا حاجة مهمة طبعا بالنسبة للمصريين القدماء زمان. This scrap amulet is from ancient Egypt. يعني الجعران ده موجود من ايه؟ يعني بينتمي لمصر القديمة and is more than 3000 years old، وعمره تقريبا حوالي من 3000 سنة. تمام. It is made of copper، معمول من النحاس. People wore jewelry with the image of a scarab to protect them and bring them good fortune.
يعني الناس زمان كانت بترتدي المجوهرات اللي موجود عليها الصور بتاعت الجعران عشان تحميهم وعشان تجلب لهم السعادة. ده زمان يعني، معرفش دلوقتي الدنيا ماشية ازاي. كده يبقى احنا خلصنا يونت 7. طب الناس اللي هتتكلم معايا وتقولي لو سمحتي يا حنين احنا عايزين الباراجرافز بتاعت 7 هنعمل فيها ايه؟ زي ما جمعتها في الترم الاول، دلوقتي بقول لك ان شاء الله هنجمعها في فيديو مستقل باذن الله. اشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك يا سنة 6. تصبحوا على خير او مع السلامة.